حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. لأول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، واللي محتاج قراءة خاصة بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض قراءة. هنشوف الشخص اللي بعد عنك، اللي خرج من حياتك، هل لسه فاكرك؟ هل ذكرياتك بتعذبه وبتطرده؟ هل قدر ان هو يتخلص من مشاعره تجاهك، ولا لسه فاكرك وفاكر ذكرياتك وقدر يخلق لنفسه حياة جديدة من غيرك؟ هنشوف تفكيره في الماضي ولا في المستقبل. ولو تفكيره في المستقبل بيشوف ان انت ممكن تكون جزء من مستقبله، ولا لا، يعني تمام. يعني شايف ان خلاص دورك انتهى، وان هو المفروض ان هو يبتدي بداية جديدة او يبتدي حياة جديدة. تمام. هنشوف كمان هو مستني رجوعك، ولا مصدق ان هو خلص منك، وان هو خلص من العلاقة دي، وان العلاقة دي انتهت بالنسبة له. تمام. طيب هنبتدي كده ونشوف طاقته مبدئيا. طيب مبدئيا كده انا شايفة يعني ان هو بيقول لنفسه انت موهوم. يعني هو حاسس ان هو موهوم، او ان هو وهم نفسه ان هو نسيك او نسي العلاقة، او بعد عنك. تمام. ما بينه وما بين نفسه يعني متوهم ان هو نسى، لكن هو منساش، بدليل ان هو ما بطلش ان هو يراقب، ما بطلش ان هو يفضل طول الوقت مشغول بيك، يفضل طول الوقت ان هو مشغول بافكاره ناحيتك، يفضل طول الوقت مركز معاك، لان انا شايفه ان في طاقه مراقبه قويه. تمام. عينه عليك، دايما مركز معاك، دايما بيترقبك، دايما بيترقب كل حاجه انت ممكن تكون دايره في حياتك. تمام. فهو دلوقتي شايف نفسه ان هو لا، منسيش، هو بيضحك على نفسه، بيحاول ان هو يوهم نفسه. يعني ده حوار كده داير ما بينه وما بين نفسه. تمام. ده يعني هو بيضحك على نفسه. تمام. شايفه ان الشخص ده مش عايز يستسلم لضعفه، مش عايز يستسلم لضعفه ناحيتك، فبيحاول ان هو طول الوقت يثبت لنفسه لا، ان خلاص كام يوم وهنسى، انا هحاول، هقدر ان انا استشفي، هقدر ان انا انسى، هقدر ان انا اعيش حياتي. لكن كل ده هو بمعنى اصح كده بيضحك على نفسه زي ما بيقولوا. تمام. يمكن عايز يعيش حياة بشكل طبيعي، او بيحاول ان هو يوهم نفسه ان هو ممكن يعيش حياة بشكل طبيعي من غيركم، لكن مش هيقدر. يعني فاكر ان هو ممكن يتبسط عادي، الايام تعدي، لكن مش هيقدر ان هو يعمل حاجة زي دي. ان هو يعني ايه، زي ما قلت لكم، بيضحك على نفسه. تمام. حزين طبعا وتعبان وفاكركم، ومش قادر ان هو ينساكم، طول الوقت فاكر الكلام اللي كان بينكم وبينه، والاحاديث اللي كانت بينكم وبينه، والذكريات اللي كانت بينك وبينه. مش قادر ان هو يمنع نفسه عن التفكير. تمام. اوقات بيقول كتير، يعني اوقات كتير بيقول خلاص انا مش عايزه اشوف حاجه عنه، انا مش عايزه اعرف حاجه، كل واحد راح لحاله، كل واحد بقى في طريقه، يعني كل واحد ربنا يسهله، ولكن مش قادر يعمل ده. يعني هو بيحاول ان هو يوهم ده. يعني بعد ما بيدخل في المرحلة دي بتحصل له انتكاسة تاني، وبيلاقي نفسه هيموت، عايز يعرف اخبار عنك، عايز يعرف عنك الدنيا ماشية ازاي، عايز يتجسس عليك. يعني شايفة كمان ان هو لسه لحد دلوقتي بيغير عليك. يعني اوقات كتير جدا بيقول لنفسه خلاص، مثلا احنا خلاص الموضوع انتهى، بس برضه لحد دلوقتي لسه بيغير عليك، لسه خايف، لسه قلقان. تمام. طاقة الغيرة قوية جدا. تمام. يعني هو شايف ان هو باللي هو عمله ده ان هو كان بيضحك على نفسه، يعني هو بيضحك على نفسه بالوهم اللي هو عايش نفسه فيه، لما بعد، لما استقوى، لما عاند، لما شاف نفسه. يعني شايفة طاقته صعبة جدا جدا جدا. تمام.
طيب بالنسبة للأبراج اللي ظاهرة قدامنا، العذراء، الثور، الجدي، وبرج الثور بقوة، والسرطان، والحوت، والعقرب، وكمان الميزان، والجوزاء، والدلو. تمام. طيب هنشوف بقى، عايزين نشوف طاقتك انت. هنشوف انت بقى ايه اللي في عقلك وايه اللي في بالك من ناحيته. طيب انت من وجهة نظرك شايف ان انت غلطت في حاجات، تمام، وهو كمان غلطان، يعني انت وهو انتوا الاتنين غلطانين، هو غلطان وانت كمان غلطان. تمام. بس انت بتقول هو اللي استفزني، انا غلطت في حاجات ولكن هو استفزني اكتر. يعني بص، انا شايفة ان انت مش ندمان، لان انت شايف ان هو انت غلطت او عملت حاجات غلط، بس انت مش ندمان لان شايف ان هو اللي استفزك او هو اللي وصلك للمرحلة دي. تمام. يعني انتوا ليكم اخطاء، تمام، بس انتوا برضو عارفين ان هو الجزء الاكبر واقع عليه لان هو السبب في المشكله. تمام. هو السبب الاساسي. يعني انت شايف ان انت حتى لو غلطت كان ليك مبررك، لان انا برضو شايفه ان البعض منكم ممكن يكون انفجر في الشخص التاني، ما نتيجه بقى تراكمات وجاب اخره، فابتدى ان هو يتكلم بقى في كلام ما كانش المفروض ان هو يقوله، ما كانش فيه دبلوماسيه في الكلام، ما كانش فيه دبلوماسيه في الحوار، فتح الجديد والقديم كده زي ما بيقولوا. يعني ممكن يكون البعض منكم زودها. تمام. بس ما بينك وما بين نفسك بتقول هو يستاهل، هو اللي جابه لنفسه، هو اللي عمل فينا وفي نفسه كده. تمام. يعني حتى لو غلطت فيه، لو شتمته، انت عارف ان هو يستاهل. تمام. حتى لو عملت له بلوك. تمام. لان انت من وجهة نظرك لا، شايف ان انت جبت اخرك، او هو اللي استفزك، او هو اللي ضايقك، او هو اللي يعني اللي خلاك ان انت تنفعل. تمام. او خلاك ان انت تخرج الطاقة السلبية اللي جواك، او خلاك ان انت تخرج اسوأ ما فيك. تمام. يعني شايفاكم ان انتوا مش ندمانين، ممكن تكونوا ليكوا دور بس مش ندمانين. تمام. لان انت حاسس ان انت حتى لو غلطت في حقه او عملت اي حاجة، لا، هو كان يستاهل اكتر من كده. تمام. لان انت تعبت في العلاقه دي واستنزفت وشايف ان هو جه عليك بكتير وداس عليك كتير وكان في مشاكل كتير، والشخص ده كان مغرور وكان شايف نفسه وكان عايش عليك الدور، وانت استحملته وانت جيت على نفسه، سوري، على نفسك، وتحملت غروره وتحملت كل المشاكل اللي ممكن كانت في العلاقه. تمام. يعني لان الشخص ده انا شايفه ان هو اوقات كتير جدا كان اسلوبه وحش، اسلوبه سخيف، شايف نفسه، اوقات ان هو بيبقى قاسي، اوقات ان هو بيبقى مهمل. انت كنت بتتعب، يعني بتتعب من التعامل معاه. تمام. تمام. فهنشوف دلوقتي بقى الطاقة المشتركة كده اللي بينكم وبين بعض. الطاقة المشتركة اللي هي الأفكار المشتركة، الأحاسيس المشتركة اللي بينك وبينه. طيب انا شايفه ان في حاجه غريبه، يعني بعد الكلام اللي انا قلته ده كله، انتوا الاتنين برضو لسه زعلانين ولسه متاثرين ان العلاقه آه يعني ما بترجعش. تمام. انتوا الاتنين قاعدين تعبانين مش مرتاحين، على قد ما انتوا ما كنتوش مرتاحين في العلاقه، انتوا برضو مش مرتاحين دلوقتي وانتوا بعيد، او مش مرتاحين دلوقتي وكل واحد في حاله او كل واحد في حياته، قاعدين زعلانين ان العلاقه ما رجعتش زي الاول. تمام. يعني كل واحد فيكم طب بيقول ليه الشخص ده ما بيتصلش، الشخص ده ليه ما بيبادرش، الشخص ده ليه ما بياخدش خطوة. يعني انتوا الاتنين كل واحد منكم عايز التاني ياخد خطوة، او مستني التاني ياخد خطوة، او مستني الشخص التاني يعمل مبادرة ناحية العلاقة. تمام. خلي بالكم، البعض منكم يمكن كل واحد فيكم كده ايه داخل في رهانات، يعني هيتصل، هو مثلا مراهن نفسه ان انت هتتصل، هو انت مراهن نفسه ان هو هيتصل. فاهم قصدي؟ كل واحد فيكم مستني خطوات من الشخص التاني، لان انتوا الاتنين قاعدين مش مبسوطين. تمام. مش مرتاحين في الوضع الحالي. تمام.
وممكن للبعض منكم حصلت مبادرات، يعني ممكن انت بعت له رسائل وهو ما ردش، هو بعت لك رسائل وانت ما ردتش، فمثلا هو بيلوم نفسه بيقول المفروض انا كنت ارد، انت بتلوم نفسك بتقول المفروض ان انا كنت ارد، المفروض ان انا كنت ابعت له رساله، المفروض ان انا كنت، يعني كل واحد فيكم كده بيلوم التاني على رد فعل هو عمله ناحيه الشخص التاني. تمام، بس طبعا ده متاخر، لان خلاص اوريدي العلاقه انتهت. تمام. ممكن يكون هو اوقات كتيره جدا حاول ان هو يرسل لك، حاول ان هو يبعت لك، بس تردد او تراجع لان هو خايف، قلق من ردة فعلك. آم، يعني انا عايزه اقول لكم ان في فرص ضائعه في العلاقه دي، يعني اللي ضيع الفرصه ندمان، سواء انت اللي ضيعت الفرصه او هو اللي ضيع الفرصه، فانتوا الاثنين عندكم طاقه ندم. تمام، لان انتوا شايفين ان انتوا كنتوا ممكن تستغلوا الفرصه، او كنتوا ممكن تتواصلوا، او كنتوا ممكن يعني ان انتوا تقربوا المسافات. تمام. آه، الأبراج اللي ظاهرة قدامنا: الأسد، السرطان، الحوت، الجدي، العذراء. طيب هنشوف مع بعض إيه تأثير ذكرياتك عليه، هل تخلص من ذكرياتك آم، ولا لسه بيفكر فيها، ولا لسه شاغلة باله، ولا لسه شاغلة تفكيره. هنشوف مع بعض. يعني لسه بيفكر في أيامكم الحلوة اللي كانت بينك وبينه، في المشاعر اللي كانت بينك وبينه، ولا لأ. طيب خلي بالك الشخص ده متعذب جدا، مش قادر ان هو يعيش حياته بشكل عادي، متأثر، و يعني هو حاول ان هو يقاوم، وحاول ان هو يستقوى كتير جدا لكن معرفش. تمام. يعني خلي بالك الشخص ده من النوع اللي لما بيزعل مع حد بيقول انا هنسى كل حاجة بيني وبينه. تمام، هنسى الحلو وهنسى الوحش وهنسى كل حاجة، بس يعني وافتكر يعني كمان احاول ان انا افتكر الحاجات اللي هتعصبني علشان خاطر اللي انا انساه، وعشان خاطر اللي انا اتخطاه والكلام ده كله، بس هو ما قدرش ان هو يعمل ده. طول الوقت ذكرياتك بتطرد، طول الوقت بيفكر فيك. تمام. حتى المواجهات اللي بينك وبينه، حتى العصبية والنرفزة اللي كانت بينك وبينه، مش قادر ان هو يتخطاها، مش قادر ان هو ينساها، مش قادر ان هو ينسى الذكريات اللي كانت بينكم. تمام. بس المشكلة في الكرامة والكبرياء، هي دي المشكلة، تتحل ازاي؟ ما هو انا زعلان منك، ما هو انا متضايق منك. تمام، لان ممكن المشكلة تبقى منك ومنه، يعني مش شرط ان احنا مثلا بنعمل لك انت القراءة ان هو بس يكون غلطان، ما انت ممكن يبقى لك دور. تمام، وانت كمان انا قلت لك في الاول ان انت استفزيته وجيت عليه في حاجات كتير، ممكن تكون تعديت حدودك في حاجات كتير. تمام، يعني بهدلتوا بعض وتعبتوا اعصاب بعض والحياة كانت صعبة. تمام، بس في نفس الوقت هو مش قادر، يعني مش قادر ان هو يتخطاك. واوقات كتير جدا بيشوف ان انت عندك لا مبالاة، ان انت مكبر دماغك. تمام. فده برضو بيأثر عليه تأثير سلبي. تمام. اوقات برضو بيخاف ان انت ممكن تكون تخطيته، ان انت ممكن تكون تخطيت العلاقة، ان انت ممكن تكون كبرت دماغك، ان انت ممكن تكون شفت حياتك. تمام. فهو برضو عايز يبقى في يعني يرجع لك، بس في نفس الوقت يلاقي مخرج لكرامته وكبريائه. تمام. لان هو مش هيقبل ان هو يجي لك وهو مكسور، او مش هيقبل ان هو يجي لك وهو جاي على كرامته. تمام. طيب هنشوف هنا بقى مستقبل العلاقة. طيب انا شايفة ان هو عايز يرجع، لان هو تعبان جدا جدا من الفراق ومن من الألم من اللي هو عايشه دلوقتي، ومش مرتاح ومش مبسوط. آم، وزهقان جدا جدا، وشايف ان حياته بقت مملة، وشايف ان هو بقت حياته فيها كده وحدة وفيها ألم، رغم ان كرامته وكبرياءه يعني قويين جدا جدا، لكن برضو مش هو مش عايز يبان ان هو شكله وحش، ومش عايز يبان ان هو شكله ضعيف، ومش عايز يتراجع عن قراره. لكن بنسبة كبيرة جدا 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 آه، هو عايز ياخد خطوة. تمام. ممكن تكون الخطوة دي مؤجلة. تمام. أو مش هتبقى خطوة مباشرة. تمام. بس هياخدها، لأن هو مش هيقدر إن هو يفضل في الطاقة دي كتير، هيخرج عن صمته، هيكسر غروره، هيتغلب عليه، لأن هو عايز يتكلم معاك.
طبعا هو بيتمنى ان انت اللي تتواصل، وبيتمنى ان انت اللي تتكلم، وبيتمنى انت اللي تجري وراه وتتحايل عليه والحركات دي. لكن لو ما حصلتش، لان طبعا برضو انت اكيد هو جه على كرامتك، فانت برضو اكيد مش هتيجي على كرامتك، فهيبتدي ان هو اللي يقرب، ويبتدي ان هو اللي ياخد الخطوة ناحيتك وناحية العلاقة. تمام. طيب حبايبي، قراءتنا كده انتهت، ان شاء الله باذن الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.